السلام عليكم يا شباب. عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير كده وبخير وسعاده وهنا دايما يا رب. وكل سنه واحنا كلنا طيبين طبعا. وان شاء الله السنه الجايه تبقى احلى علينا وعلى الناس كلها يا رب، ويبقى فيه سلام اكتر وحب اكتر والحاجات الحلوه اللي ملهاش اي 30 لازمه. تمام. طيب، انا النهارده جاي لابس لوك ابيض بقى عشان المفروض هاخد رصاصه في اخر الحلقه. والله دمي خفيف جدا. آم، عايز اعرف بقى مين معانا كده ياكد لنا ان الصوت شغال تمام. المفروض كده معانا 4. say hi, say anything. say anything. قبل بس ما ابدا اجاوب. اوكي. طيب. اوكي. طيب، محمد كمال ومحمد جمال الاثنين عملوا لايك ولاف وحاجات حلوه كده. اوكي. ماشي يا اتش، حاضر من عينيا. احنا النهارده يا شباب معانا كام كويشن كده بالصلاه على النبي. معانا 12 كويشن. هنبدا نشتغل عليهم. هاي سعد، هاي مريم، زيكم. طيب، خلونا نبدا بسؤال خالد حسني. كان بيسأل على البرونسيشن بتاع كان وكانت، يعني البوزيتيف بتاع كان والنيجاتيف بتاع كانت. بص، هي انت لو هنتكلم بقى في الامريكان اكسنت، يعني خلونا بقى نتفق ان السبيشالتي بتاعتي في الامريكان اكسنت، مش في البريتش اكسنت. عبد الرحمن بيقول في مشكلة في الصوت. يعني الصوت واطي عالي. قول لي فين المشكلة، فين بالظبط؟ اوكي. طيب، على بال ما عبد الرحمن يرد. هلو اماني. هاي. طيب، نرجع تاني للموضوع بتاع كان وكانت. بصوا، لو هنتكلم في الامريكان اكسنت، فانت كان كبوزيتيف هي شورت شويه. يعني I can play, I can study, I can sleep, I can travel and so on. لو هنخليها للنيجاتيف، في حاجتين بيتغيروا. احنا عندنا مبدأ في الامريكان اكسنت ان انت لو عندك اي فيرب مهما كان في النيجاتيف ما بننطقش التي بتاعته. يعني do عادي بوزيتيف، لما بنيجي نحولها نيجاتيف يا اما تبقى don't يا اما تبقى doesn't. هنقوم شايلين التي، هتبقى don't, doesn't, shouldn't. هتبقى shouldn't. couldn't هتبقى couldn't. wouldn't هتبقى wouldn't. ده انت لو هتتكلم طبعا وتلينك الكلام اللي بعده، لكن لو انت هتقول كل كلمه على حده في الجمله يا ريت ما تشيلش التي. على سبيل المثال I wouldn't go out. I wouldn't go out. يعني انا بقولها ببطء اهو، لكن لو هلينك كل حاجه في بعضها هقول I wouldn't go out. I wouldn't go out. تمام. طيب، تعالوا بقى نطبق النقطه دي في هنا في كان وكانت. لما بتيجي تقولها بقى نيجاتيف بتشيل التي، فهنقول كانت. كان. كان البوزيتيف كان، النيجاتيف كان. طب هنفرق ازاي؟ لما بتبقى نيجاتيف في صوت كده بيطلع من مناخيرك اللي هو الهواء اللي بيطلع من جوه زورك يطلع من مناخيرك. وقفه لثانيه كده. جرب كده معايا. كان. 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 هنا. عايز تعرف انت هتعرف تطلع الساوند ده صح ولا لا؟ حاول تفتح بقك وتتنفس من مناخيرك. يا ريت تحاول معايا دلوقتي. افتح بقك وتنفس من مناخيرك. اتاكد بس ان مفيش حد بيتفرج عليك وما يكونش سامعنا. تمام. والله بتكلم بجد. انت عشان خاطر الصوت ده الساوند بتاعك يطلع صح. لازم تتاكد ان انت بتعرف تتنفس من مناخيرك وهو بقك مفتوح. فجرب معايا. كان. كان. سمعت الصوت ده؟ كان. I can't go. I can't go. I can't play. I can't sleep. I can't work. وما الى اخره. لكن لو positive هتبقى على طول I can play, I can work, I can sleep and so on. برضو للتأكيد في بعض الأحيان لما بيبقوا بيتكلموا بسرعة جدا ما بيحطوش حتى أي حاجة. بتبقى نقطة confusing جدا بالنسبة لهم إن هم برضو ما بيبقوش فاهمين كان وكانت. أنا قابلت نيتيفز في حياتي والله يا جماعة، يعني بيتكلموا مع بعض. طب انت بيقولوا طب انت قصدك كان ولا كانت؟ تمام، في وسط الكلام. فعادي هي confusing ليك confusing ليهم برضو في نفس الكلام. فهي بس المين كونسبت ان البوزيتيف بتبقى كان عادي جدا. النيجاتيف بتطول شويه وبتحط وتشيل التي وتحط فيها الساوند الصغير ده اللي هو تبقى can't go, can't travel, can't sleep and so on. ده بالنسبه لسؤال خالد حسني. بالنسبه لاتش هشام عبد الفتاح. unfortunately البرونسيشن بتاع الورد unfortunately
طيب احنا برضه هنتكلم في الامريكان اكسنت، ماليش دعوه بالبريتش اكسنت عامله ازاي. الامريكانز مش بيقولوا التي الثانيه، يعني كلمه unfortunately فيها تو دبل تي، في تي في النص وفي تي في قرب الاخر شويه، تمام. التي الاولانيه بتتنطق عادي جدا، التي الثانيه ما بينطقهاش خالص. لو هما بيتكلموا بسرعه هيقول لك unfortunately، unfortunately. لو هو بقى عايز يركز قوي يقول لك يا للاسف، هي كلمه معناها للاسف، للاسف قوي بقى unfortunately، 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 unfortunately. فهو لو هو بيتكلم بسرعه هيقول لك unfortunately، unfortunately. لو هو بيتكلم ببطء شويه وعايز ياكد قوي على الكلمه هيقول لك unfortunately، بس مش بينطقوها، بيحطوا الساوند اللي هو في النص، بس ما تضغطش عليها قوي، يعني ما تقولش unfortunately تقوم مكمل عادي، مش هنا مش مكانها، تمام. لا، هتقولها عادي unfortunately، unfortunately، وتكمل عادي جدا زي الفل. اتمنى ان انا جاوبتك اتش. طيب زينب كان عندها طفل في برايمري 2، اللي هي بريمري 2، اللي هي تانية ابتدائي. عنده مشكلة في الفاولز، ما بيعرفش، عنده مشكلة ان هو يقول فاولز، الفاولز اللي هي اتفقنا الاي او يو اي ان اي. بصي زينب، هو الفاولز والله هي بتبقى على حسب الكلمة، يعني انا ممكن اقول لك ان الاي pronunciation بتاعها اي، اليو pronunciation بتاع الفاولز ذات نفسه بس تلاقي كلام تاني فعلا بتبقى يو عادي جدا، زي كلمة burden، burden اللي هو عبء، تمام. بس هي ملهاش قاعده، صدقيني والله انا في قواعد ليها كتير قوي، بس يقول لك مثلا 60% بس، ال 40% الباقيين مش هتختلف لان دول شواذ، فبالتالي ملهاش قاعده، تمام. فهي بتبقى على حسب الكلمه، يعني ده طبعا حاجه بتيجي مع البراكتسنج وما بتجيش بالمذاكره والكلام ده كله، لان هو لو هيذاكر هيلاقي قواعد وهيلاقي ليها شواذ فهيلخبط نفسه، فخليه بس يبراكتس اكتر، يبراكتس، وكل كلمه قبل ما يحفظها يبص عليها في الديكشنري يشوف البرونسيشن بتاعها عامل ازاي. طيب هشام تاني معلش، انت قصدك في unfortunately، اوكي. طيب unfortunately قلنا ان هو مش بينطقوا التي الثانيه، التي الاولانيه بينطقوها عادي جدا، التي الثانيه مش بينطقوها. لو بيتكلم بسرعه هيقول لك unfortunately، 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 unfortunately. لو بيتكلم ببطء وعايز ياكد قوي على الكلمه هيقول لك unfortunately، unfortunately، unfortunately. طيب مريم بتقول ايه الفرق ما بين capable و able؟ بصي هو capable كلمة لوحدها، السكند بارت من الورد اللي هو able بتحطيها على اي حاجة قابلة للفعل. يعني ايه؟ لو انا عايز اقول لك مريم انت تقدري تعملي ده، هتقولي لي ممكن اعمله، بتبقى بالانجلش yeah it is doable. do الفيرب اللي هو do يفعل عادي جدا، تحط لها able هتبقى doable. فهي الable دي جزء بتحطيها مع adjective يخلي الحاجة قابلة للفعل، تمام. طيب محمدي بيقول البرونسيشن بتاع her hair here. her انت لو بتتكلم على واحدة hair، لا مؤاخذة الشعر انا بس وقع، بس تخيلوا معايا ان في شعر هنا. hair here لو بتتكلم هنا يبقى her hair here. هاي يا احمد، الحمد لله تمام، تسلم يا اتش. انا اسف، انا بس بحاول انجز بسرعه عشان خاطر اقدر اجاوب على الاسئله كلها، ان احنا فعلا ما شاء الله النهارده معانا 12 كويشن غير الكويشنز اللي بتطلع في النص. محمد عز بيقول الحاجات الجراماتيكال اللي بتخش في بعض وبتغير البرونسيشن بتاعها، زي مثلا كلمه التركيبه بتاعت going to، اللي هو لو مثلا نقول I'm going to the club، لا انا اسف I'm going to go to the club، او I'm going to study، I'm going to travel. بيغيروا كتير قوي البرونسيشن بتاع going to، بيبقى gonna just to make it fast، ملهاش قاعده خالص، لا just to make it fast، عايزين بس يتكلموا بسرعه، تمام. ف going to بتبقى gonna، want to بتبقى wanna، got to بتبقى got to اللي هي زي have to بالظبط، بس بتدي احساس يعني اقوى سنه من have to. gotta تاني going to بتبقى gonna، want to بتبقى wanna، got to بتبقى gotta. دي اكتر ثلاث حاجات لاقيها. في حاجات تانية شويه بس في الليفلز اللي هي بتبقى advanced شويه، زي should have مثلا عايز اقول انا كان لازم اذاكر قبل الامتحان ده، هقولها زي ما بالانجلش، حاجه فيها ندم شويه،
بتمنى ان انا ارجع بالوقت واغير اللي حصل. تمام. اقول I should have studied. خدتوا بالكم انا قلت ايه؟ should. انا ما قلتش should have. لا، هو الامريكان بيحبوا قوي ان هم يشيلوا ساوندز من الكلام عشان خاطر يبقى ايه؟ يبقى linked ببعضه جامد. فبدل ما يقول لك should have بيقول لك should. الفي بتحاول تبقى ايه؟ should. الكلام ده مع should have would have could have تبقى should would could و so on. بس اكتر 3 حاجات انت محتاج تركز عليهم: going to بتبقى gonna، want to بتبقى wanna، got to بتبقى gotta. تمام. difference between vain و van. ايه vain دي؟ لا مؤاخذة انا اسف. هي van انت قصدك على العربيات. تمام. طب خليفه على بال ما يرد علينا نخش على الكويشن اللي بعده. عمر بيقول تاني كده her و here. her انت بتتكلم على واحده، مثلا I love her مش I love here. لا، I love her بتخلي الاي اللي في النص عامله كده شويه، بترفع لسانك لفوق. her her. here اللي هو الشعر hair hair. لو هنتكلم على هنا نبقى here here. يبقى her hair here. تمام. طيب محمد منصور كان بيقول عايز ريسيبي بتاعت مولتون كيك، يعني هو عايز طريقة طبخ مولتون كيك. انا مش هرد لان انا مش عمر الشربيني. اسماء يوسف كانت بتسأل على الفيوتشر ايه؟ فيوتشر بيرفكت والفيوتشر كونتينيوس. طيب انا هقلع لك بقى السماعات عشان الموضوع ده ايه ده كده مهم. الفيوتشر بيرفكت يا جماعه، انا لو عايز اتكلم واقول ان انا ان شاء الله على سنه 2020 هيبقى معايا عربيه، في طريقتين: يا اما تصعبها على نفسك يا اما تخليها سهله. انا شايف بصراحه ان الفيوتشر بيرفكت صعب شويه في استخدامه، بس برضه هشرحها لك عشان يبقى ايه، ابقى عملت معاكي الواجب وفي التمام. تمام. طيب الفيوتشر بيرفكت تاني، لو انا عايز اقول ان انا في سنه 2020 هيبقى معايا عربية، هقول by 2020 I'll have bought a car. تاني by 2020 اللي هي 2020 I will have bought a car. انا عارف انها ممكن تبقى ملخبطة شوية، تمام، مستفزة حبتين، بس هو ده معناها ان انا على سنة 2020 ان شاء الله هيبقى معايا خلاص عربية. يعني انا اكون اشتريتها من سنتين اللي هو 2018 2019 وهم اصلا السنين دي لسه ما جاتش. تمام. ده معناها وده استخدام بتاعها. تمام. بالنسبة للفيوتشر كونتينيوس، لو قلت اقول مثلا لو عايز اقول انا هحاول اعمل كده، يعني I will try to do that. طب لو انا عايز اوصل نقطة ان انا هفضل احاول لغاية ما اعملها، يبقى I will be trying to do that. ده معناه ان يبقى فيه استمرارية اكتر، ان انا هفضل احاول وعافر لغاية ما اعمل الحاجة دي. يبقى تاني الفيوتشر بيرفكت مثلا I will have bought a car بستخدمها لو انا بتكلم على حاجة قدام في نقطة قبلها، يعني by 2020 by 2020 I will have bought a car. أنا already هيبقى معايا عربية. ال future continuous هيبقى I will be trying أو I will be doing this. طيب نشوف بس ال questions اللي بتطلع في النص. اوكي. محمد خليفة بيتكلم على فان. انت كان قصدك على فان FAN. طب الاتنين مروحة بس مش عارف الفرق ما بينهم. طب ولا انا والله، بس هعرف لك الفرق ما بينهم وارجع لك تاني. مروة جودة بتسأل على البرونسيشن بتاع deliberately. التي اللي فيها دي ما بتتنطقش يا مروة. deliberately، بس طبعا ما بتقفيش قوي على التي، انت ما تتكيش على نفسك. deliberately اللي هو انت عملت كده، يعني مثلا اقول لك انت you did this deliberately، انت عملت كده وانت قاصد تعمل كده. deliberately. تمام. when use محمد عفيفي بيسأل ازاي نقدر نستخدم ازاي نقدر نستخدم been ويت. طيب بص، هو السؤال يعني انا عايزك تحدده اكتر من كده شويه، لان يت حاجه وبين حاجه تانية بيجوا مع بعض في حاجه ثالثه. فمعلش اديني اكزامبل واضح وانا هكون اكتر من سعيد ان انا اجاوبك. سلطان بيقول it's -31. انت درجة الحرارة عندك -31. طب سلطان انت ما بتتفرجش علينا يا بابا، انت تنزل تحت البطانية يا حبيبي.
محمد احمد بيقول انت استاذ، ربنا يكرمك حبيب قلبي. سلطان have to get back to work, wanted to say thanks man, you're more than welcome brother. محمد خليفه اوكي تمام. طيب نخش على الكويشن اللي بعده. احمد سيد كان بيقول how to write professionally like journalism، ازاي اكتب بشكل professional واكتب انجلش رايتنج كويس زي الصحفيين والكلام ده كله. بص انا هقول لك على حاجه، عشان خاطر تتعلم ازاي تكتب حاجه في مجال معين او بشكل معين، محتاج ان انت تتابع في المجال ده. يعني عايز تكتب زي الجرايد، اقرا جرايد. عايز تكتب زي مقالات، اقرا مقالات. عايز تكتب زي كتب، اقرا كتب كتير. مع كل قرايه، مع كل اكسبيرينس، مع كل مقال، مع كل جورنال، هتعرف تطلع بفريز، بطريقه كتابه معينه هتقدر تستخدمها. النقطه ان انت تستخدمها دي اهم من نقطه تتعلم ذات نفسها، لان انت لو اتعلمت وما استخدمتش او you didn't practice، انت ما عملتش حاجه، انت بس you just wasted your time. تمام؟ فلا، حاول تتعلم، تقرا كتير وتاخد phrases وطرق كتابه من اللي انت بتتعلم منه ده او اللي انت بتحاول تقلده، وتابلاي الكلام ده على رايتنجز خاصه بيك انت. احمد بسام بيسال على استخدام would should وcould، بس انا كنت كتبت له وقلت له انت قصدك تستخدمهم في الاسئله ولا في الجمله العاديه، ما ردش عليا، فانا هستنى طبعا ان هو ياكد لي اذا كان قصده في الكويشنز ولا بس في الستيتمنتس، الجمل العاديه. باسم عبد الله كان بيسال على have و have got. بص هو مفيش فرق بين have و have got خالص نهائي. الفرق بسيط قوي في الستريسنج بتاع المينينج. يعني مثلا خليني اقول لك ان I have to go، I have to go. تمام؟ خلاص انت فهمت ان انا لازم امشي دلوقتي. لو قلت لك I've got to go، انا هموت لو ما مشيتش دلوقتي. تمام؟ في مشكله هتحصل لو ما مشيتش دلوقتي. بيبقى have got بيستخدموها اكتر شويه في انجلترا وفي اليو كي، في العزبه بتاعتهم دي. تمام؟ لكن الامريكانز يعني معظم اصلا استخدامهم بيبقى بجات مش بهاف. I gotta go. فاكرين ما قلنا الجراماتيكال كونتراكشن بيغيروا got to بتبقى gotta، يقول لك I gotta go، ان هو لازم يمشي دلوقتي. ده بس الفرق ما بين have و have got، اللي هو في الحقيقه ما فيش فرق في المينينج، هو بس الفرق في قوه المسج ذات نفسها مش اكتر. محمد حمامه كان بيقول عايز يعرف ازاي يبقى عنده good listening skills. إجابة بسيطة جدا، حاول تسمع كتير أفلام 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 يا جماعة. محدش يقعد يذاكر، الله يكرمكم، محدش يقعد يذاكر. أنا أقسم بربي أنا بقرأ، أنا جايب 68% في ثانوية. أنت متخيل يا مان؟ أنا جايب 68 في ثانوي. في الإنجليش بتاع ثانوي جبت 18 من 25 في السنتين. ما لهاش أي 30 لازمة خالص. تمام؟ لأ، هتimprove listening by listening، هتimprove reading by reading، هتimprove writing by writing، هتimprove speaking by speaking. That's it. طيب محمود مجدي بيقول ال pronunciation of words اللي بتنتهي ب ARY. فاكرين انا كنت عملت فيديو عن كلمة dictionary ولا مؤاخذة والعياذ بالله dictionary. احنا قلنا ان هي ما اسمهاش اصلا dictionary، اسمها dictionary. dictionary ده في الامريكان. البريتش بيقول لك dictionary. تمام؟ فخلينا نبعد عن البريتش شويه ونخلونا بقى في الامريكان اكسنت. انت عندك الكلمه لما بتنتهي ب ARY 90% بس، مش بقول كلهم 90% بس. طب منين يا عم عمر نعرف ال 10% الباقيين؟ والله حبيبي بالبراكتس، ملهاش رولز. انا لو قلت لك دي ليها رول هبقى اكون راجل كذاب. تمام؟ بس ملهاش رول للاسف. فخلونا اديكم اكزامبلز. عندنا كلمه مثلا legendary اللي هو حاجه اسطوريه. الواد ده برنس لدرجه ان هو اسطوري. he is legendary. dictionary. obituary اللي هو ما اعرفش اسمها ايه بالعربي، حاجه زي النعي. كان في فيلم الفيلم ده بحبه قوي، فيلم اكس لارج بتاع احمد حلمي. كان ابراهيم ناصر كان طلع يقول يا مدام كوثر انا متعكنن، انا متحسر. ده اسمه حاجه، يعني هو اللي كتب الشعر اللي كتبه ده بتكتبه لحد ميت، ده اسمه obituary. تمام؟ library، ودي المفاجاه، التيتشر بتاعي وانا صغير كان بيقولها library. تمام؟ لا انا لما كبرت اكتشفت انها library في الامريكان اكسنت. library ده الامريكان. البريتش ما بيقولش اصلا ان الار الاولانيه، يقول لك library زي الشهر اللي هو February.
February. رثاء. الله يكرمك يا عمر، هات بوسه. رثاء، ايوه هي دي. تمام. طيب في library كده عرفناه. في الشهر اللي هو February بالامريكان اكسنت هو February. تمام. في البريتش اكسنت مش بيقولها February، الار الاولانيه ما بنطقهاش، بيقول لك February. January. Military. Subsidiary اللي هو حاجه تحت حاجه. مثلا على سبيل المثال let's say ان شركه عندنا دلوقتي شركه اورنج، على اخر ابديت انا عرفته يعني ان هو شركه 037 5000 اللي هي لينك تبع شركه اورنج، بس هي ما اسمهاش اورنج. يعني لينك ما اسمهاش اورنج، هي تحت شركه اورنج. فشركه لينك دي اسمها it's a subsidiary for orange، يعني حاجه تحت حاجه. تمام. subsidiary. secondary ما اسمهاش secondary school، هي secondary school في البريتش اكسنت صح. تمام. secondary في الامريكان اكسنت. محمد بيقول obligatory بس that's different يا محمد، احنا بنتكلم على الكلمات اللي بتنتهي ب ARY. بس انت صح جدا، الكلمات اللي بتنتهي ب ORY برضو احيانا بتتغير 90% منهم. وتاني هقول ازاي نعرف ال 10% التانيين ملهاش قواعد، هي بس بتيجي بالبراكتسنج وبالاكسبيرينس، بتكسبيرينس كلمات. زي محمد بيقول example حلو قوي. obligatory you stretch the last part. obligatory. laboratory اللي هو اللاب، المعمل. طيب بلال السيد عايز نطق كلمة اوكي، هفشها لك واجيبها لك يا بلال. تمام. عشان اول مرة اشوف الكلمة دي كان ممكن افتكس وافتي واقول لك انا عارفها وعارف البرونسيشن بتاعها، بس انا ما بفتيش. تمام. فهتشكيها لك وارجع لك بالتك على الكي. طب محمود القاضي بيسأل على ازاي يستخدم unless و until، وبرضه البرونسيشن بتاع الورد often اللي هي OFTEN. خلينا نتكلم عنه الاول. هي often الطبيعي بتاعها ان هي often without the T. والكلام ده من الميدل ايجز، الناس اللي دارسه اداب انجلش هتعرف الكلام ده. لكن مع الوقت دلوقتي في ناس كتيره قوي بتنطقها بالتي عادي جدا. انت هتسمعها often وهتسمعها often. طب انا اختار انهي؟ اختار اللي انت مستريح عليه. انا بصراحه انا كعمر انا بقولها often بالتي. تمام. انا بحب كل الساوندز اللي تطلع مني تبقى واضحه وجريئه وجميله. تمام. طيب يا بلال معناها جزيء. اوكي. طب انا بس عايز اتشيك البرونسيشن بتاعها قبل ما اقوله لك. تمام. هتاكد منه، بس هقول لك على البريتش والامريكان. جميل. تسلم يا ابو حميد، ربنا يخليك يا حبيبي. فكده عرفنا الموضوع بتاع often، ان هي ممكن تقولها often ممكن تقولها often whatever you want. طيب تعالوا بقى نتكلم على محمود القاضي. بيقول ان الهنود عنده في المكان اللي هو موجود فيه بيستخدموا كلمه unless and until. الاكسبريشن ده اسمه unless and until، بيستخدموها في بعض. بص، هو unless and until دي مش بيستخدموها كتير في امريكا، بس بيستخدموها اكتر في اليو كي. لما عايز يقول لك مثلا ايه، انت عندك ولد والواد ده ما بيذاكرش وهو بيحب مثلا الاكس بوكس بتاعه جدا. تمام. فانت عايز تقول له انا مش هديك الاكس بوكس غير لما تذاكر، مش هديك الاكس بوكس غير لما تذاكر. فهتقول له ايه؟ I'm not gonna give you your Xbox unless and until you study. يعني انا مش هديك الاكس بوكس بتاعك غير وحياة امك لما تذاكر. تمام. ده الفيلينج. والله كأن الفيلينج تقول وحياة امك لما تذاكر، مش هديهولك غير لما تذاكر. تمام. كأنك بتقولها كده بالظبط. بس تاني هو مش كومن قوي دلوقتي في امريكا، هو كومن اكتر في بريطانيا. تمام. بس until لوحدها ليها استخدام unless لوحدها ليها استخدام تاني، بس هنتكلم على expression اللي هو unless and until. تمام. ده استخدام بتاعها. منى اوكي اوكي عايزه البرونسيشن بتاع الكلمه دي هي entrepreneur.
entrepreneur entrepreneur. فلما بيقولوها بسرعة تبقى entrepreneur entrepreneur، بس هي واحدة واحدة كده تبقى entrepreneur. ده البرونسيشن بتاعها، بس لما بيقولوها بسرعة فما ناخدش بالنا من الجزيئات الصغيرة دي تبقى entrepreneur. entrepreneur. ربنا يخليك يا احمد يا شافعي، تسلم لي حبيبي. محمود القاضي تمام. عمر ايمن unless and until تساوي وحياة امك. بص هو مش بالمعنى، انا كان قصدي الفيلينج يا عمر، مش الكلام، ما تودينيش في داهية. تمام، لا unless and until انت بتهدد حد بحاجة، انا مش هديك الحاجة دي غير لو عملت اللي انا عايزه. I'm not gonna give you this unless and until you do what I want. تمام. دي كده بالنسبة للكويشنز اللي الناس بعتتها لي. تمام، يبقى انا كده بس مستني من احمد بسام ياكد عليا هو كان عايز البرونسيشن بتاع would وشود الاستخدام بتاع would وشود وكود في ككويشنز ولا كستيتمنتس. هستنى عليه يرجع ياكد عليا عشان خاطر لما اشرح حاجه ابقى راجل كوريكتور يعني. تمام، فاحنا كده خلصنا الكويشنز بتاعتنا النهارده يا شباب. لو حد عنده اي حاجه يا ريت يكتبها لي في كومنت دلوقتي في الفيديو، ويا ريت لو بتتفرج على الفيديو جست ميك شور ان انت بتتفرج عليه يعني هو لايف دلوقتي ولا خلص، عشان بس بلاقي ناس تخش تقول لي يا عم والله الساوند كويس، يا عم والله الصوت زي الفل. هو انا اوريدي بتبقى خلاص نمنا وصحينا وكل حاجه خلصت. تمام. دي نقطه. تاني نقطه الشيرز يا شباب. الشيرز والله بصوا انا ما بكسبش مليم من البيج دي. تمام، كل اللي انا محتاجه بس انا بحاول ان انا افيد اكبر قدر ممكن من الناس واكتر عدد من الناس. فبلاش حته بقى انا هتعلم الكلمه دي واخليها لنفسي عشان اعدي انا في الانترفيو. تمام، لا بلاش الاسلوب ده. تمام. في زرار كده اسمه شير، هيت الشير هيبقى زي الفل وكل حاجه تمام. في اللي يعجبك يعني، لو انا عملت فيديو ما عجبش حد خلاص ما تعملوش شير. I'm not gonna ask you to share it. تمام، لا فالشيرز بقى واللايكس والحاجات دي هحبك اكتر. تمام. هيام انا جيت متاخر. تمام، معلش يا هيام، تتعوض بقى باذن الله المره الجايه. تمام. ف thank you so much guys for watching. وبجد انا شاكر جدا لمتابعتكم وشاكر جدا للسبورت بتاعكم. اوكي طيب، محمد باعت question. اوكي، هو كاتب 4 كلمات، في واحده منهم انا ما اعرفهاش، فطبعا هحاول ان انا اتشيك البرونسيشن بتاعهم وارجع لك تاني. بص، اول كلمه اللي هو الطبيب النفسي psychiatrist. فيها انت ممكن تنطقها بطريقتين، psychiatrist او psychiatrist. psychiatrist او psychiatrist. تمام، you can pronounce it the way you want. الكلمه الثانيه دي اللي انا ما اعرفهاش. الكلمه الثالثه hypothesis. hypothesis. الكلمه الاخيره moisturizer اللي هو المرطب. moisturizer. تمام. ف thank you so much guys a lot. thank you so much for watching وشيرز مرة تانية. وميرسي جدا والله. مش لاقي كلام اقوله، مش عارف اقول ايه، ومش عايز اسيبكم وامشي الحقيقة. عشان اكون صريح معاكم. بحب الفيديوهات اللايف جدا، مع اني حاسس ان انا بتكلم لوحدي، بس يعني اتليست بشوف الكلام اللي انتوا كاتبينه يعني. طيب، محمد القاضي بيقول الافضل استخدم should have ولا shoulda وانا بعاتب. بص، انت لو هتقولها should have هي صح، هتقولها shoulda صح، بس عايز اقولك على حاجه. يعني انت لو هتقولها shoulda just make sure يا محمد يا محمود انا اسف، just make sure ان انت بتلينكها باللي جاي بعدها. يعني مثلا تقول I should have studied، يبقى اللينكين او الستيب هتبقى I should have studied. لو عايز تلينكها قوي I should have studied، بس مش هينفع تقولي I should have وتستنى وتقولي studied. فاهم قصدي ازاي؟ يعني هتقولها بالآ لو هتلينكها جامد مع اللي بعدها. should have studied should have studied should have studied should have done that should have done that should have done that I should have done that that became I should done that. تمام. فانت معاك ده ومعاك ده، بس في البدايه نخليك تتكلم في العادي اللي هو الشود اوف، يبقى افضل. بعد كده لما تتكلم بسرعه يبقى قولها شود براحتك زي ما تحب. تمام. فوالله مش عايز اسيبكم بجد. والله العظيم. تمام، بس هو شكل الموبايل بتاعي بيموت، ف
احاول بقى ان انا اعمل له ريتشارج. والله انا بحاول ان انا ازود الفيديوهات اللايف، بس صدقوني الوقت صعب جدا، صعب جدا 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 يعني. ف I'm trying to help as much as possible. ويا ريت تستنوا الفيديوهات اللي هتنزل. ومره تانية يا جماعه الشيرز، الله يكرمكم، اللي يعجبه فيديو يعملوا شير، ما عجبوش ابعت لي وقول لي ما عجبكش ليه، ايه اللي انا محتاجه، ايه اللي انا محتاج اشتغل عليه. وتاني عايز اكد على حاجه، في خلال الفيديو ده في ناس سالتني على حاجات وقلت انا مش عارفها. بنورك يا جيلان، ربنا يخليك. في ناس سالتني على حاجات وقلت انا مش عارف، انا مش عارف ده. هو ده طبيعتي يا جماعه من زمان. والستودنتس والناس اللي درسوا معايا عارفين الكلام ده، عارفين ان انا لو مش عارف حاجه هقول I don't know but I will check it and get back to you. احسن بكتير من التيتشرز اللي هو يفتكس لك حاجه عشان خاطر بس ما يطلعش شكله وحش. لا، احنا كتيتشرز we have a message that we need to deliver. مش هينفع deliver المسج بتاعتي فيها mistakes. شيماء هاي، how are you؟ enjoy النهارده الخميس بقى. انا اخلص معاك والبس بتاعه الجاكيت وانزل على القهوه وش طبعا. فارجع تاني للنقطه اللي انا كنت بتكلم فيها. فانا كتيتشر يا جماعه I have a message. مش هينفع ان انا ابعت لك المسج دي فيها حاجه غلط بسبب كبريائي، بسبب كبرياء اللي هو انا اللي ما ينفعش اقول انا مش عارف، لازم اقول له اي حاجه تخرجني من الموقف ده. تمام؟ لا، انا مش عارف I say I don't know بس I will check it and get back to you. ده طبيعتي. فمش عايز حد يزعل مني لو قلت انا مش عارف النقطه دي، لان مفيش حد في الدنيا عارف اللانجوج كلها. انا لغايه النهارده مراتي ذات نفسها بتقول كلام انا ما بفهموش. تمام؟ بقول لها يعني ايه الكلمه دي، والله ما بيبقاش تريقه، يعني ايه الكلمه دي، فبتقول الكلمه دي يعني كذا في العربي مش في الانجليش. تمام؟ هم ذات نفسهم احيانا انا بستخدم كلام النيتيف ذات نفسهم ما بيفهموش. تمام؟ ف مفيش حد عارف كل حاجه. فثانك يو سو ماتش، واتمنى بجد ان انتوا تحققوا اهدافكم، وان شاء الله السنه الجايه تكون سنه سعيده علينا كلنا. احمد الشافعي بيقول لو عايز اخد كورس محادثه اعمل ايه تنصحني؟ قصدك كورس اونلاين ولا كورس ان انت في مكان يعني معين؟ لو قصدك كورس في مكان او اونلاين يا ريت تبعت لي مسج على الخاص، وهكون يعني more than happy to answer you. محمود القاضي aluminium. Thank you so much guys for watching بجد, thank you so much for your support. I'm really blessed to have you guys all, and thank you again for your support. shares. Thank you very much. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللايف الجاي. وانا قبل ما اعمل اي فيديو لايف بقوم كاتب بوست على البيج بتاعتي عشان خاطر لو حد عنده اي questions. وتاني لو حد عنده اي question مهما كان مرتبط بايه يا ريت بس يبعت لي مسج whenever you want. تمام؟ احمد عبد، انا اسف بس كل ما اجي اقفل الفيديو حد يبعت كويشن وانا سعيد بصراحه. انا قاعد مبسوط ان انا قاعد بجاوب الناس يعني. ف احمد عبد العزيز بيسال بيقول is there a name for a sentence that contains all the English letters? Thanks in advance. مش فاهم يعني انت عايز جمله فيها كل الليترز بتاعت الانجليش. طب ليه يا احمد؟ ليه يا احمد كده يا احمد؟ تعمل فينا ليه كده؟ هتعمل بيها ايه يا احمد؟ قول لي يا احمد تعمل بيها ايه؟ انا مش عارف يعني. ممكن نقعد مع بعض ونعمل جمله كلها فيها كل الليترز بتاعت الانجليش، بس ليه؟ تمام؟ فجأة بهزر يا ابو حميد والله، مش عادي يعني كده هو يعني فاهم. thank you so much guys again، وان شاء الله اشوفكم في اقرب فرصه. وقبل ما اعمل اي فيديو لايف هكون عملت لكم بوست واخد منكم الكويشنز بتاعتكم. ثانك يو again، وما تنسوش الشيرز يا شباب. واستنوا الفيديو بكره هينزل بعد الصلاه. هو عاجبني انا شخصيا بصراحه وموت ضحكت بعد ما عملته، فاستنوه. لو عجبكم اعملوا شيرز. thank you very much and have a lovely weekend. يلا باي 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 باي. finish. ايوه.